السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. الحبايب الجداد اللي لسه بيشوفوني لأول مرة، لو عجبتكم القناة وعجبكم الفيديوهات ادعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله. النهاردة زي ما في عنوان الفيديو هنتكلم عن الجزر، وده الموسم بتاعه في شهر واحد، بيبقى طازة وجميل ومسكر وناعم. معاك الجزر ده له فوائد كتير جدا 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 للكبار وللصغار، واحنا هنشوف دلوقتي اصناف بنعملها او اطباق حادقة واصناف حلوة. واول حاجة هنشوفها مع بعض ازاي نفرز الجزر. هنجيبه نغسله كويس قوي، ويستحسن الجزر اللي احنا هنفرزه نقشره ويكون قشرة خفيفة جدا من على الوش كده، علشان ما تعمليش ريحة للجزر لما احتفظ بيه في الفريزر. وببدأ اقطعه التقطيع اللي انا عايزاه. ممكن تقطعيه حلقات لو انت عايزاه تستخدميه بعد كده في صواني، او تقطعيه مكعبات زي ما انت شايفة كده لو هتستخدميه مع طبق بسلة مثلا. ودي استخدامات حادقة اهو، اطباق في الطبيخ اهي، صواني زي الصينيه اللي احنا عملناها مع بعض دي، وزي الرز ده عاملاه هنا مكعبات اهو. وبعد كده بنستخدمه كمان في شوربة العدس الجميلة دي. وكل ده حاجات عملناها مع بعض على القناة. وده كمان المخلل المشكل اللي مستخدمين برضو في الجزر، معمول عملناه مع بعض برضو في منتهى الجمال، والطعم هيعجبك قوي. في كمان معانا سلطة الكول سلو، ودي انا بعتبرها بصراحة بالنسبة لي حاجة حلوة يعني. وكمان اكيد بنستخدمه في طبق السلطة الخضراء العادي. ودلوقتي هنعمل بقى الحلو بتاعنا من الجزر، وهو مربى الجزر. اول حاجة بنصحك انك تعمليها انك تكرملي السكر الاول، دي اول خطوة هنعملها مع بعض. هنجيب لكل كيلو جزر تقريبا كيلو سكر، او حسب رغبتك في كمية السكر اللي انت هتحطيها، عايزاه مسكر عايزاه لأ. فدي برضو ممكن تقللي شوية من الكيلو. بنحط السكر المية قد ايه لكل كوبايتين سكر، بنحط كوباية مية. وبعد كده بتسيبيه يتكرمل. بنجيب الجزر بتاعنا بقى غسلينه كويس قوي، ونبشره بالمبشرة، يا اما بشر رفيع او تخين زي ما انت عايزة. بنروح بقى للسكر بتاعنا على النار. بعد ما بندوب السكر في المية كده وبيغلي له كام غلوة، بنعصر بقى ليمونتين عليه عشان يتكرمل، ونخليه شربات تقيل جدا ما فيهوش مية قوي. وبعد ما بيتقل معايا كده ويتكرمل، بجيبه وهو سخن، وبحط عليه كمية الجزر اللي انا بشرتها. كل ما احط الجزر في الشربات بتاعي ده بيدبل معايا وبيقل حجمه خالص، وكمان بينزل ميته. فانا بحاول اخلي الشربات بتاعي ده تقيل على قد ما اقدر، علشان لما الجزر ينزل ميته وبعد كده اغلي المربى ما تغليش معايا كتير، عشان الفيتامينات بتاع الجزر ما تضيعش قوي في كتر الغلي. يعني يا دوبك على اول ما بيستوي كده، وهو كمان مبشور بيستوي بسرعة. على اول ما بيستوي كده والسكر يتكرمل معايا شوية، خلاص كده بطفي. وعشان السكر يتكرمل معايا ويستوي ويبقى حلو، بعصر طبعا ليمون، بس ما بكترش عشان ما يكونش مزز معايا قوي. وبعد كده بحط برضو حاجة بسيطة من ملح الليمون زي ما هتشوفي معايا، حاجة بسيطة جدا. وطبعا كمية السكر بتبقى في العموم او في المتعارف عليه ان كل كيلو خضار او فاكهة بتعمليها مربى بيبقى ليها كيلو سكر، او على حسب رغبتك، انت عايزاها مسكرة قوي مش عايزاها مسكرة قوي، فانت حسب برضو رغبتك. هنا بسيبه اهو بيدبل معايا، شايفة بيدبل ازاي. بسيبه بقى يوم في التلاجة لحد ما ينزل ميته خالص ويدبل خالص معايا. وبعد كده بجيبه بقى وارفعه على النار لحد ما يستوي معايا ويتكرمل ويبقى بالمنظر اللي انت شايفاه. انا هنا يا جماعة الصوص او العسل بتاعه قليل شوية علشان انا ما حطيتش الكيلو كله، انما انت براحتك بتحطي سكر اكتر. وكل ما تكتري السكر يا تحطي ليمون علشان يتكرمل معاكي، يا اما تحطي زي ما انت شايفة كده شوية ملح ليمون صغيرين عشان طعمه مزز قوي.
ده بيساعد انه يحفظ لك المربى وكمان يكرمل السكر معاكي. وكمان حاجة برضو سر كده صغير، لو انتي عندك عسل جلوكوز يستحسن ان انت تحطي برضو حبة منه، بيساعد برضو في كرملة المربى بسرعة من غير ما تفقد قيمتها الغذائية وفيتاميناتها، الفاكهة اللي انت حطاها من كتر التسخين على النار. وخلاص كده المربى بتاعتنا اتعملت، بنسيبها بس تهدى شوية وبعد كده بنعبيها بقى في البرطمان بتاعنا. طبعا بنكون معقمينه بمية مغلية وبنسيبه لحد ما ينشف خالص، وبعد كده بجيبه بقى وبعبيه. خلاص عبيت الكمية بتاعتي كلها، بروح بقى مغطية البرطمان كويس قوي. بجيب كيسة انا كده عن نفسي وبغطي بيها البرطمان، يا اما بتغطيه من فوق كده. انا بلبس الكيسة للبرطمان زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وبحط عليه الغطا وبرفع الكيس لفوق وبفتح بقى منه زي ما شايفين معايا كده. وبكده يبقى خلصنا المربى بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبة لكم. ادعوا لي دعوة حلوة بقى ليا ولأولادي بصلاح الحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.